مرحبا ويعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم بقناتي ومطبخي المتواضعين. بتمنى منكم فضلا وليس أمرا إنكم تدعموني بالقناة باللايك والشير، وبتشرفوني دائما أكيد على قناتي. بتمنى إنها تكبر فيكم وبوجودكم إن شاء الله. اليوم رح نعمل وصفة الخبز بالمعكرونة بطحين العدس. طبعا بسبب الوضع الموجود في غزة الاستثنائي، وبتمنى يا ربي ربنا يرفع عنا هالحرب وترجع أمورنا وحياتنا لطبيعتها يا رب. وبسبب شح وجود الطحين وغلائه إن كان موجود، فلا شك إنه حاجة الإنسان بتخليه يبتكر بدائل ووسائل أخرى لتلبية حاجاته ورغباته. طيب اليوم إن شاء الله تعالى راح نعمل عجين بالمعكرونة وبطحين العدس. طبعا المعكرونة أصلها دقيق، تمام؟ فبنجيب باكات من المعكرونة ما يقارب 400 جرام أو 500 جرام، وبنضيف عليها مية مفلترة، وبنضيف كمان نقطتين من الزيت مشان لما تنتقع وتبوش وتتفشى وتكبر ما تعجن وتلزق في بعض، بتصير كل حبة بحبتها، تمام؟ فالأفضل إنه إحنا نبيتها ليلة إذا كانت المية باردة مية عادية. ولو كنا مستعجلين وبدنا نعملها في الوقت يعني قصير خلال النهار، ممكن نغلي موية وننقعها ساعة زمن، فبيرجع لطبيعة ونوع المعكرونة. في معكرونة على طول ما شاء الله يعني بتطرى وبترجع لأصلها، وفي معكرونات بتاخد وقت لحتى تطرى يعني تاخد وقت. الآن المعكرونة أنا اليوم كنت عاملاها يعني كنت نقعاها يعني بالراحة، ما كنت مستعجلة عليها. كنت كل ساعة أجي أشقر عليها وأحركها من وقت لوقت. لاحظي إنه عندي الزيت عامل حبيبات لأنه المية عندي مية باردة. فانت ممكن تدفيها المويه، وممكن انه انت عشان تريحي نفسك، والافضل انه ممكن تحطيها قبل بليله، تحطيها بالمي وتتركيها لتاني يوم. ما شاء الله بتكون باذن الله يعني نفشت وما احلاها. طبعا من وقت لوقت شوفي الحبة تغيرت. وطبعا هاي المعكرونة اساسا هي معكرونة الشوربات، يعني من صغيرة كتير، واستخدمتها بوصفة العجين. طيب المية عندي كانت كتيرة، ولازم أصفيها، لازم تكون مصفية منيح من المي، ما بدنا فيها مية زيادة. الآن أنا بأخذ شوية من مية المعكرونة وبدفيها لحتى أضيف اللي هي معلقة خميرة مع رشة من السكر، وبدوبهم بالمية الدافية اللي أخدتها من مية النقع تبع المعكرونة. هاي طحين العدس، تمام؟ هذا طحنته وهو بيشبه بالضبط اللي هو السميد الناعم، سميد الفرخة. طبعا الطحين أنا رشيت عليه شوية ملح عشان أملح العجين. وأنا الآن بدوب الخميرة بالمية تبعت النقع اللي أخدتها من شوفي قوام الخميرة كمان مش سائل. بإمكانك تحطيها على الطحين، طحين العدس، ممكن تحطيها حبيبات عادي بطحين العدس مثل ما حطيت، بس لأني حطيت الملح بالطحين ما حبيت أحط الخميرة مع الطحين، فخمرتها مع رشة سكر على السريع لحالها.
الآن بنبلش طبعا نعجن المعكرونة لحالها، راح تعجن معي وحيصير قوامها مثل عجينة العوامة. تمام. فبدنا نصير نجمدها لأنه بدنا نخبزها، ما بدنا نقليها ومش عايزينها تكون خفيفة، فبدنا إياها تكون عجينة بقوام متماسك وقوام تقيل. فبنبلش نحط شوي شوي من طحين العدس. طبعا العجينة عندي لونها على حمار لأنه الطحين عندي طحين عدس. وطبعا وصفة الطحين العدس هو صحن، ما يقارب صحن، ومع كاسة رز. طبعا طبيعة العجينة بتكون دبقة، بتلزق شوي، يعني ممكن تغلبك وانت بتكوري فيها، فبنلاحظ انه هي شوي بتلزق، وهي طبيعي لانه العدس موجود فيها. فبنكور العجين عادي، وبعد هيك بنسيبها تتخمر او ترتاح، يعني ابو 5 دقايق 10 دقايق بالكتير. الجو حار، وطبعا معلقة الخميرة اصلا انا عندي كتير، يعني حطيت معلقة كبيرة. تركنا العجين بس انا تقريبا ما يقارب 3 دقايق، والان ما شاء الله ما احلاها صارت. فبن طبعا بنرقها بالطحين عادي. اللي لاحظته في العجينة هذه انه سبحان الله، لانه ما فيها دقيق بالمرة، ما فيها طحين، فهي تشبه بالضبط عجين الشعير. اذا حد يعني بيستخدم او كان يعني بعجن عجين الشعير، بتتكسر العجينة، لكن لازم نريحها ونخمرها منيح عشان تكون معنا طرية، وبنفس الوقت تنفخ معنا بالخبز.